الظن السيء والإساءة حتى لمن أساءوا إليك. إياك والظلم. أذكركم وأذكر نفسي، رمضان أيامه 30 يوم، محتاجين نستفيد بكل يوم فيه، محتاجين كل يوم نجدد النية. ومش هزهق إني أقول جدد النية. نجدد النية إن إحنا ما نظلمش، إن إحنا ما يكونش عندنا إساءة حتى اللي أساءوا دول. زي ما اتكلمنا عن التسامح وقلنا لما هتسامح أنت اللي هتستفيد، حقيقي أنت اللي هتستفيد. هتستفيد من جواك إن أنت تشيل الحاجة الوحشة وتحط بدلها حاجة جميلة. كمان في إساءة الظن، لو أنت خلاص ما بقتش تسيء الظن باللي حواليك، أنت اللي هترتاح أكتر من اللي قدامك. محتاجين ان احنا نكون مرتاحين، ومحتاجين ان احنا ما نضغطش نفسنا في ضغوطات كتيره جدا جدا احنا في غنى عنها. ايه رايكم النهارده نشوف الليله بتاعتنا من ليالي رمضان هيكون فيها ايه؟ هنشوف الليله في ليالي رمضان. الفقرة دي فقرة جميلة جدا، أنا عن نفسي هستفيد منها النهاردة. تصنيع الخيامات وزينة رمضان. كلنا بنكون قاعدين في البيت فعلا حابين نستقبل رمضان بحاجة إحنا عاملينها بنفسنا، يعني مش مجرد نشتري حاجة. خصوصا الأطفال بيستمتعوا جدا جدا إن هم نفسهم يقوموا بالأعمال اليدوية الجميلة دي. في إبداع، في إحساس بالحاجة نفسها، إحساس بقيمة الشيء. عايزة أقول بس كمان إن لما بنشتري حاجة مجرد نشتريها خلاص استمتعنا واتبسطنا، بس استمتاع مؤقت، لكن لما أعملها بنفسي أنا وولادي أكيد ليها متعة تانية. معانا ومنورانا النهاردة مصممة أعمال يدوية وخيامات أستاذة شيرين محمد. أهلا بيكي، كل سنة وحضرتك طيبة. انت طيبه، صح والسلام. إيه الأخبار؟ كله تمام؟ النهاردة إحنا عندنا حاجات كتيرة هنعملها ان شاء الله. احكي لنا الموهبه دي بدات امتى؟ يعني قولي لنا الموهبه بدات معاكي امتى، فكره ان انت تعملي الحاجه نفسها؟ هو انا حابه عامه الحاجه دي من زمان قوي، عندي موهبه. يعني بالنسبه للقماش والحاجات ديت، عشان انا بعلم الخياطه في المشاغل الخيريه يعني. فانا ببدا اعمل اعاده تدوير. عندي عبايه مثلا مش بحتاجها، ببدا اعملها فستان لبنتي، ببدا كده كل ده يدوي على ايدي من غير اي مكن واي حاجه. لكن لما ابتديت اشتغل بقى في الاعمال اليدويه ديت، دي بقى ليها شغل تاني بقى، دي متعه تانيه يعني. فبحاول ان انا ابسط كل حاجه بحاجات رمزيه قوي، وفي نفس الوقت بحاول ان انا اعلمها لكل اللي حواليا. لما نكون في رمضان وعايزين نعمل زينه او نعمل حاجه لرمضان، هل يعني انت شايفه الموضوع صعب ولا نقدر ان احنا نعلمه لاولادنا ونقدر نعمله في البيت؟ هو ده اللي بيحصل كل رمضان، يعني احنا بنعمل كورسات مجانا كده في المشاغل عندنا والجمعيات الخيريه. بنعمل كورسات للاطفال وللكبار والمتحدي الاعاقه معانا في الفريق. جميل. فبنعمل الكورسات دي مجانا وباسهل الطرق وباقل التكلفه، وبتطلع انتاج زي ما حضرتك شايفه. خلينا نشوف كده، نبدا بحاجات رمضان ونشوفها مع بعض. قولي لنا كده، اشرحي لنا الحاجه. هي كل الحاجات دي معموله بالكرتون. بالكرتون، كراتين الشيبسي والكاراتيه والحاجات دي. ببدا اجيبها وببدا ارسم الرسمه بتاعه الفانوس، هوريها لحضرتك دلوقتي بتتعمل ازاي. واعمل 4 اتجاهات، واجيب القماش وابدا الزق عليه بالشمع. يعني هنرسم مع بعض النهارده. طب يلا نرسم الاول ونشوف الفانوس. تمام. لما اعمل مثلا فانوس اطفال بعمله بالحجم اللي انا عايزاه، لو عايزاه كبير او عايزاه صغير. ببدأ أعمل 4 اتجاهات، فأنا هبدأ أعمل اتجاه واحد دلوقتي، وبعد كده بعمل زيه 4. بتني كده، يعني ده الطول معايا اهو، ده العرض. بعمل كده كده، وبدخل تقريبا 7 سنتي كده كده، حوالي 10 سنتي، وعكسهم بالظبط تاني 7 سنتي، وببدأ فطلع بالشكل ده. تمام، جميل. بعمل 4 اتجاهات وابدا الزقهم في بعض من الكرتون، وببدا اعمل حواليهم خياميه، او من الكرتون وبعمله بالفوم برضه. جميل. يبقى للاطفال صغير. فكره ان احنا استخدمنا الكرتون، استخدمنا الحاجه بدل ما هنرميها مثلا او مش هنستخدمها او هتكون ملهاش لازمه في البيت، احنا قررنا انها تكون ليها لازمه. تمام. فعملنا الشكل ده. بنلزقها بايه بقى؟ بنلزق هنا في من دوت، في منه بيلزق، بتشيل الورق وبتلزقيه على الكرتون على طول، ده بيبقى سهل قوي. او لو ما عنديش امكانيه بعمل بالشمع، وببدا بعمل زيه بالظبط بالكرتون، وببدا الزق ال4 اتجاهات في بعض، فبيديني الشكل ده او ده.
تمام. وبالنسبه للهلال برضه نقدر يعني شكل الهلال برضه بالكرتون، يعني كل الحاجات اللي كل قدامنا دي الحاجات دي بالكرتون. مع ذلك ممكن تقعد 5 سنين 10 سنين، الحاجه دي بتبقى اساسيه ثابته معايا. انا عن نفسي لما شفتها لا انا مش يعني مستغربه ازاي هي بالكرتون. جميل ما شاء الله. قولي لي فكره الاساسيات نفسها، يعني هل في اساسيات معينه المفروض ان احنا نتعلمها في الاعمال اليدويه؟ هي رسم بسيط قوي، يعني ما ترسمي خطوط بسيطه قوي تطلع لك مثلا شكل القلب، زي بالظبط الخياطه والتفصيل. برسم رسومات بسيطه قوي، وفي الاخر النهائي بتاعي لما باجي اقصها، وخصوصا لما ببقى اوصل المعلومه شويه فبتبقى سهله شويه، لان انا دمجه موضوع الباترون مع القص البلدي. جميل. انا عرفت ان حضرتك كمان بتقصي للاطفال بنطلونات الاطفال، هنشوف مع بعض برضه حاجات تانية وفساتين وحاجات كده، يعني نشوفها برضه اولياء الامور او الامهات كلها طبعا يقدروا يشوفوا حاجه زي كده. فالاساسيات نفسها انك تكوني في رسم، رسم بسيط. وفي ناس يعني ما بتعرفش تقرا وتكتب برضه بتيجي للمشغل، بحاول ان انا اوصل لها بس بالتنفيذ على طول زي ما نفذت ده دلوقتي مع حضرتك. فهي ما بتفهمش في القرايه او الكتابه او الرسم، ببدا ان انا اشتغل على الورق على طول وبعد كده على القماش، فهي تبدا بقى تفهم من هنا تفهم من ده. طيب يا ترى الوقت اللي بتستغرقيه او اللي بتقعدي وقت قد ايه في الحاجه الواحده؟ هو زي ما قلت لحضرتك احنا بنعمل كورس مجانا بيقعد تقريبا 3 ساعات. 3 ساعات بعمل منه 4 حاجات، بعمل فانوس رمضان، بعمل هلال، بعمل عربيه الفول، مدفع رمضان. ال4 حاجات دولت يخلصوا كده تشطيب كامل في 3 ساعات. اطفال اللي بيعملوا ولا كبار؟ كله. واحده بتجيب اولادها، اول ما بنقول كورس مجانا كله بيجي. حتى الاولاد اللي معانا في فريق طموح للكنوز البشريه بيجوا هم وامهاتهم بيتعلموا برضه حاجات زي كده. فبنحاول نبسط قوي الامور من اقل فئه لاكبر فئه عشان كله يفهمها. بتبداوا الكورس ده امتى؟ احنا بنبداه قبل رمضان تقريبا ب3 اسابيع، بحيث ان هم يبقوا مجهزين حاجتهم. وممكن واحده تبدا تفتح مشروع بسيط من حاجه زي كده. جميل. كنا لسه هنتكلم في فكره المشروع، هل ممكن ده يكون بدايه مشروع؟ طبعا. عشان كده احنا بنحاول بقدر الامكان اقل تكلفه. يعني الفانوس اللي في النص ده فانوس حديد جاي جاهز، ده الحديد بيجي جاهز من الروايه ب 20 جنيه. انت بتقدري تعمليه بخياميه وبالشراشيب ديت. انا حبيت اعمله فكره جديده بساري هندي. انت فكرتيني بالاسعار بتاعت الصدق، صح، برافو عليكي. فكرتيني بالاسعار الفوانيس، يعني فكرتيني مش عايزه افتكر، بس لما قلتي لي ده ب 20 جنيه فاللي هو ايه ده؟ حديد بس ب 20 جنيه وانا اجيبه اكلف. لا ما هو بيتباع فعلا باسعار ثانيه. انا بتكلم في لكن لما بتيجي انت تعمليه يدوي، يعني سعر الهندي دوت ما بياخدش نص متر، يعني 30 جنيه، يعني انت كلفتيه كل اول عن اخر كده تقريبا 50 جنيه. فبتطلعي فانوس يفضل معاكي على طول. انا حبيت ان انا اعمله شكل تاني، شكل ساري هندي، غير الخياميه ده الستايل اللي احنا عارفينه في رمضان، فانا ببدل بحاجه تاني بقى. جميل. يعني فكره ان احنا نبقى الحاجه اللي احنا عارفينها القديمه اللي متعودين عليها وعننا تشوفنا، وفي نفس الوقت الحاجه الجديده اللي ممكن تجذب بعض الناس. بالظبط كده. جميل. برضو عايزه افضل في موضوع فكره المشروع، يعني انا بحب دايما تبقى حاجتنا عمليه، يعني اللي هو يلا نقوم نعمل مشروع. قولي لي محتاجين ايه، او ممكن الموضوع يبدا بايه؟ لو قاعده مثلا يعني مش بتشتغل او عايزه تزود دخلها او حاجات كتيره، او حتى لو للاستمتاع، قولي لي ازاي تقدر تعمل مشروع وتكسب مثلا؟ يعني انا دلوقتي في مثلا احنا عاملين مثلا كورس مجانا للي هو كفر المراوح وكفر الحاجات دي يوم الخميس ان شاء الله مع استاذه هويده. فهي حاجات زي كده ممكن نعمل مشروع منها، الكفر بتاع المراوح والتكييفات والغساله والحمام، كل الحاجات والشاشه، احتياجات محتاجينها طول السنه. يعني وفي نفس الوقت بقماش بسيط جدا وتكلفه بسيطه جدا، وبتبداي تشتغلي مشروع الملابس طبعا، مشروع المفروشات. انا بدي 4 حصص ملايات ومفروشات، 4 حصص تعرفي تخرجي تفتحي محل وتفتحي مشروع ملايات وتكيسي وتكرتني وتبيعي كل المراحل. يعني من مرحله العمل ان انا اجيب الحاجه واقدر ازاي استغلها، وفي نفس الوقت يعني تتكيس وكم متر قماش والقماش انواعه ايه وتكرتينها ازاي وتجيبي الاكياس منين وتعملي كل حاجه وتقفلي وتحطي الصور وتبداي تبيعي او تخرجي المحلات. نحط صور الحاجه نفسها. نحط صور، يعني كل المراحل عشان في الاخر اطلع مشروع. تطلعي مشروع وانتاج. يعني مشروع الملايات دوت ممكن مثلا 1000 جنيه تبداي بيه مشروع الملايات، حلو جدا. مشروع زي كده يعني ممكن ما تكمليش 200 جنيه ونبدا مشروع وتبداي مشروع كل الحاجات دي.
جميل جدا. عايزين بقى نتكلم كمان عن اللبس، يعني حضرتك تمام. بتقولي لي فيه. طب تعالي نشوف بقى كده مع بعض تمام. قصه البنطلون او فستان، قولي لنا هتورينا ايه. واحنا عاملين، انا عامله برضو ان شاء الله كده، يعني رمضان خلاص اهو، كل سنه وانت طيبه. فعاملين اسدال برضو مجانا وشغل عادي بدون باترون وبدون اي حاجه، يعني ينفع اي حد يعمله. اما بعمل كده مثلا هنعمل اسدال دلوقتي. الاسدال، ايوه الاسدال بيبقى 3 متر، بالحجاب بتاعه بيبقى 3 متر ونص، ده اساسي. انا اي عارفه مقاس كده يعني المقاسات مقاس ثابت. الكبيره. اه لكن مقاسات الاطفال باخد طول الطفل وبضربها في 2. حلو. يعني يعني عشان المقاسات الكبيره قصدي انها ثابته، يعني ثابتة، بنسبه 3 كبيره متر 3 ثابتة. متر ونص. تمام. فانا بعمل كده، عندي ده الامام وده الخلف، برجع اتني تاني، فانا كده قسمت على 4. هاجي من الاتجاه المقفول ده ابدا اعمل الخلف كده، الخلف وميل الكتف كده، وهبدا انزل من هنا 25 سم. لو مش عارفه انزل 25 سم بفرد ايدي جامد قوي شبر كده، عشان اللي هي القص ملهمش البلدي. ملهمش وابدا حاجة. انزل بعديها كده كده، بخش حوالي شبر ونص برضو، وابدا اعمل كده وانزل الطول الكلي بتاعي. تمام كده. وطبعا كل الاتجاهات دي بتبقى مفتوحه، اللي هي الكم لازم بيبقى واسع. تمام. هبدا اعمل كده، هاخد الخلف ده انا ماليش دعوه بيه، مش هعمل فيه حاجه. ابدا افتح الجزء الامامي، اعمل كده تاني واعمل كده، ومش هاخد من الكتف اي حاجه، عشان لما اجي احط الكتفين على بعض كده يبقى عندي ده امام وده خلف. وبحط المعصم هنا ما لسه كنت اقول ده نص كم ولا لا هو ده كده تلتين كم. تلتين كم. تلتين كم، يعني دي حوالي 40 سم. المعصم. وبعد كده بنحط المعصم من 20 ل 25 سم، او شبر وشبر وصباعين، يعني بده وبده، كان باترون 20 او 25 سم، او شبر وشبر وصباعين، اللي هو مقاس المعصم اللي هي بتبقى المسافه دي. ده كده الاسدال بتاع العيد. وده ان شاء الله قبل رمضان بيوم هنعمله كورس مجانا، عشان كل واحده تقدر تعمل للعيد وللصلاه والكلام ده ان شاء الله. بإذن جميل الله. فكره جميله جدا فعلا. طب بإذن قولي لنا الله. البنطلون بقى، البنطلون والفستان، البنطلون. لو بنتكلم على اللبس بصفه عامه. تمام. فكره المشروع، فكره انه آه. مثلا حد يقدر ان هو يعمل كده، او يقدر ان هو زي ما حضرتك كلمتينا عن الكفر بتاعه المراوح والكلام ده، ده اتجاه. بس خلينا دلوقتي نشوف لو بتكلم على فستان. طيب هنعمل فستان قفط عادي خالص، والاساسيات اللي احنا بنعملها دي تنفع لاي موديل. يعني ايه اي موديل؟ يعني بلوزه وشميز ودريس وعبايه، كل حاجه فيها 3 حاجات اساسيه اللي انا بعملهم هنا. تمام. ده برضو عندي الامام وده عندي الخلف، معمول على 2. طول الفستان معايا اللي انا عايزاه، من دريس او طويل زي ما انا عايزه. والدوران بختار اكبر دوران عندي، وعندي 3 دورانات بقسم كده تاني، يبقى انا اشتغلت برضو على 4. هعمل نفس اللي انا عملته كده، دوران الخلف، ميل الكتف، هي دي 3 حاجات اساسيه في كل حاجه. وبعد كده بعمل حردة الابط اللي هو الباط. تمام كده. اعمل بقى التقسيمه بتاعه الفستان، الكيرف بتاع الوسط عشان يبان عندي شكل الستايل بتاع الفستان، يبقى شكله حلو. باجي عند الوسط كده وبرجع افرد تاني الفستان على الوسع بتاع القماش بتاعي. طيب وباجي هنا بشيل حاجه بسيطه قوي، عشان عندي الجناب ما بتشيلش، فلو سبتها هيبقى طويل من الجنب، هيبقى شكله مش لذيذ. مش حلو. هعمل كده. تمام. هعمل هشيل برضو الخلف عندي، انا ما بشتغلش فيه، وببدا احرد الامام تاني. يعني ما بتمسكي حضرتك تيشيرت او فستان بتعرفي خلف الامام منين؟ من الفتحه اللي هي اللي قدام. فانا برجع تاني اقوم عامله نفس الدوران كده. اهم حاجه ما اخدش عندي حاجه من الكتف. فاهمه انا اهو. كده تمام. ايوه معاكي. تمام كده. تمام. ده اللي قدام وده اللي ورا. وده اللي ورا. كده انا عرفت الفستان، بقفل هنا واظبط الاشطب قدام وورا، وبعمل وبظبط هنا قبل ما اعمل اي حاجه، وبعد كده بقوم مقفله الجنبين بس. جميل جدا. طب لو رجعنا بقى للحاجات دي وقلنا ازاي نحافظ عليها. تمام. هل يعني هو سؤال يعني ممكن عام شويه، بس بتكلم في فكره ان انا لو عملت حاجه هحافظ عليها قوي، فازاي اقدر احافظ عليها؟ يعني ممكن بتتنضف، بتتشال ازاي؟ بصي يعني من رمضان لرمضان عشان ما اجيبش تاني مثلا. يعني انا عندي دوت اللي ناحيتي دوت بقاله سنتين ومحافظه عليه. اللي هناك خالص الصغنون ده بقاله تقريبا 5 سنين معايا. يعني اعلقه في رمضان، بعلقه بقى على الشباك قدام باب الشقه، الحته اللي هي ايه، اللي هي عايزه الحاجه تبقى كيوت شويه كده ولذيذه. وبعد ما يخلص رمضان بقوم جايبه شنطه واقوم حاطاها فيها واقوم ربطها واقوم عينها، بيفضل بقى زي ما هو. لو حسيت ان هو متطرب
بخاخه ميه خفيفه كده لو حسيت ان القماشه متطربه، وببدا ابخ عليها خالص كده وبنضف بحته نضيفه بس. بينضف وبينشف لانه ما بيوصلش للكرتون اللي انا عاملاه. جميل جدا. طيب انا دلوقتي عندي الاطفال، يعني تمام. دايما انا بحب فطور الفراتي بصراحه، مش عارفه بحب اهتم بالاطفال يعني. طبعا اهم بحس حاجه. اهم حاجه والله، يعني حقيقي هم دي اهم حقيقة. حاجه، لان هم اساس. ففي الاخر انا بالظبط. هعلمهم الحاجه الحلوه هيستمروا عليها وهيدوني الحاجه الحلوه، تمام. هعلمهم الحاجه اللي ملهاش لازمه وتضييع الوقت اه هيحصل الكلام ده. طبعا. فانا دلوقتي بنلاقي اطفالنا قاعدين على الموبايل ووقتهم كله ضايع في الحاجات دي. خلاص هم حتى يعني ان هم يتكلموا معانا ده ما بقاش متواجد. او مش عايزه يعني اقول بصفه عامه، لكن بنسبه كبيره الكلام ده. تمام. انا عايزه الفت نظرهم للاعمال اليدويه، عايزه فعلا ان هو يشتغلوا بايديهم. حاسه ان الفكره ان هو يشتغل بايد دي حاجه مهمه ده فعلا جدا. اللي بيحصل معانا. انا عارفه ان حضرتك عامله كورس، بس انا عايزه يعني نصيحه ازاي اخليهم يتجهوا لده. الالوان المبهجه اللي احنا بنعملها دي دايما بتلفت نظر الاطفال قوي. الحاجات اللي بتلمع وبتبرق والحاجات دي بتبقى شكلها حلو قوي، والفرنشات والحاجات دي برضو. اول حاجه بعملها باجي احاول ان انا اعمل الحاجات دي وبلفت نظر البيبي. بعمل له فانوس صغنن كده بالالوان المبهجه ديت، ممكن احط له جواه لمبه صغننه، او اللي هي اللي بتيجي صغيره كده اللي هي ايه، حلو يا حلو والكلام ده جواها. يعني انا اقدر جوه ده ان انا احط كمان حاجات بصوت كبير، بحط جواه لمبه حلو، لمبه بسلك عادي. لكن اللي هم الحاجات الصغننه ديت بحط جواه اللي هي بتيجي جاهزه ديت بالاضاءه بتاعتها بالاغاني. لكن لو انا كده انا ببدا اعمل له فانوس وبديهوله هديه الاول. يعني انا ابدا معاه الاول بالهديه دي او بشوكولاتايه او بحاجه حلوه. اللي هيجي نتجمع ايه رايكم نعمل كذا؟ طب يلا اللي هيعمل معايا هيبقى ليه حاجه حلوه، وكل واحد هيعمل حاجه هياخدها. دي الفكره دي لوحديها بتشجع الولد او البنت ان هم يعملوا، ان هو هيعمل الحاجه وهتبقى ليه. يعني انت هتاخد ليه. تخيلي بقى انك تبتدي بقى تعلمي، طب بصوا نعمل كذا، لا انت اعمل صح وانت اعملي صح، ونخش تحدي بقى مع بعض. لا بصي هي عملت حلو ازاي، بصي اللون ده جميل ازاي. بيبداوا هم نفسهم يدخلوا الالوان جوه بعض. يعني بدل ما يبقى الفانوس لون واحد، لا ممكن يبقى لونين، ده جنب وده جنب، شكله تحفه. وممكن هي تختار الالوان بنفسها على ذوقها، فتبقى حابه الالوان نفسها ولفتها انتباهها. الفرنشات ديت مش بتاعت فوانيس، اللي هي اللي ناحيتي دي مش بتاعت فوانيس، بتاعت فوانيس اللي هي العاديه اللي احنا عاملاها. صح، دي مش بتاعت الفوانيس فعلا، بس دخلناها برضو كشكل تاني، ستايل تاني، وشغل جديد وحاجه جديده. يعني صدقي عايزه ارجع لموضوع السعر. قولي لي بما ان انت عارفه الاسعار اللي بره، يعني عارفه الاسعار اللي بتجيبي بيها، لو انا عملت فانوس زي مثلا اللي في النص ده، تمام، قولي لي انا هكسب كام؟ هو سؤال يعني، بس يعني لا ده يعني يا ترى انا دلوقتي عملته ازاي وعملته بتكلفه قد ايه، وهو فعليا بيتباع بقد ايه مثلا؟ لو انت هتجيبي، هو حاليا الخياميه المتر ب 35 جنيه، ده هياخد نص متر، يعني بالظبط 17 جنيه ونص بالظبط. هنقول 20 جنيه، و20 جنيه الحديد كده 40 جنيه، وهنقول صباعين شمع، يعني انا بقول لك التكلفه كامله. بالظبط، اللي هو وصباعين شمع هنخش 10 جنيه تاني شمع 15 جنيه، يبقى كده 60 جنيه 60 جنيه بالشراشيب بتاعتها، لان الشراشيب دي المتر بجنيه ونص. فهنعوز مثلا 3 4 متر، تمام كده. انا كلفت تقريبا كله 60 جنيه، مش اقل من 120 جنيه 130 جنيه. الاسعار بتاعتهم ايه بقى؟ اقل حاجه عشان انت لو تدي حد كده كارمه قوي 120 130 جنيه. يعني انا احنا بنتكلم بشكل عملي ان هو بره ب 120 جنيه ولا كذا، ده كده مش 120، هو بره ب 150. فانت لما تديه 120 فانت كده اقل من اللي بره، فانت تقدري تبيعي اكتر. لكن في ناس بتبيع ب 150. يعني انا بتكلم على الفرق بين انا لو انا عملته بنفسي غير الاستمتاع. يعني انا كمان بتكلم في استمتاع، بتكلم جد يعني حقيقي. طبعا دي حقيقه. انا بشوف الاطفال وهم بيعملوا حاجه زي كده بايديهم بيبقوا مستمتعين جدا، وخصوصا متحدي الاعاقه. دي متعه تاني بقى، ان انت تبداي تعلمي الولاد معاكي في الفريق وامهاتهم، ويخشوا بقى شد وجذب مع بعض. معانا في الفريق مسؤوله قسم المراه في فريق طموح الكنوز البشريه متحدي الاعاقه. فلما بنعلمهم حاجات زي كده، بصي منتهى المتعه بجد ان انت تلاقي طفل او طفله او ام منهم مطلعه انتاج قدامك. كفايه فعلا عينيهم في الفرحه اللي تبقى قوي جدا. ولو تعملي فوانيس صغننه كده بالفويل والالوان دي، وكل واحد ياخد فانوس وهو ماشي، دي متعه تاني. خلاص احنا كده بجد والله، يعني انك تساعدي اللي قدامك دي متعه، دي لوحديها متعه والله، وانك تجبري خاطر اللي حواليكي دي بجد حاجه بقى فوق الوصف يعني. صح، جبر الخواطر مهم. قولي لي ده ايه؟
اللي آه، لونه روز في ابيض ده ايه؟ دوت فانوس على دي شكل حاجه لفتت دبدوب. نظري بس يعني ببص كده. قولي لي. هو في منه اشكال كتير، بس انا جبت حاجه واحده عشان انا جايبه حاجات كتير طبعا. دوت فانوس بنعمله بالخرز، ده كرسي خرز برضو يعني ده خرز. بخيط. الخيوط ديت ليها طبعا بلاستيك ما بتتقطعش، ليها مقاسات معينه، فكل حاجه ليها مقاس. يعني انا كان ميداليه ليها مقاس، الفانوس دي كل حاجه ليها مقاس. فانوس زي كده ده تقريبا بقاله 6 سنين عندي. لا بس قولي لي، هو ده صعب شويه؟ هو ده صعب في ولا- الاول عشان اللضمه بتاعت الخرز نفسه والشده، كل دايره فيها لازم تلضمي لضمه وتشديها، كل دايره واللضمه لازم تخش جوه خرزايه. بس بتمسكيه بتلاقيه حديد قدامك، يعني بقاله 6 سنين كده زي ما هو، ويتغسل ويتحط ينشف وهو كده. ده شكله يعني ده الشكل ده انت شفتيه وعملتي زيه؟ يعني طب انا عايزه اسال سؤال، بما ان احنا اتكلمنا عن شكل انا بالنسبه لي ما شفتوش كتير يمكن، بس خليني اقول، هل ممكن انك تفكري في شكل في حاجه مش موجوده، او يعني فكره تجيلك وتعمليها زي ما قلتي لي على اللي في النص ده برضو فكره جميله، ممكن يجيلك افكار وتنفذيها وتلاقيها لاقت استحسان من الناس؟ بدل انت عرفتي الحاجه، انت تبدعي في الحاجه بتاعتك انت. ابص الاقي انت عامله ابداع واشكال والوان مش موجوده اساسا. يعني انا لما باجي اعمل ملايه مثلا وادمج مثلا الملايه المشجر في الساده مثلا، انا بدخل لونين انا ما شفتهمش قبل كده. عايزه اتكلم عن الملايه، يعني عايزه اتكلم عنها فعلا. فانا بدخل لونين في بعض ما اتشافوش قبل كده، فانا بخش تحدي مستحيل تلاقي زي دي. فانا الالوان في منها ناس مدخلين حاجات تاني، لكن انا عملت شغل جديد. فانا بدمج الالوان، بختار لون من مشجر، يعني مثلا دي مشجره، ممكن اختار اللون الزهري ده او اللون الابيض واعمله ساده اكمل بيه، بيبقى الشكل تحفه. بحاول ان انا اجدد من شغلي عشان تبقى حاجه مميزه وحاجه مميزه ليكي، يعني ان هو في الاخر وتثبتي ان ده اللون ده ينفع مع ده. بالظبط. بيعلم كمان اولادنا انه فكره انه التذوق، تبدع ان انا شايفه وتفكر. الالوان كويسه. بالظبط. جميل جدا. كان في كمان النجمه، برضو شكل النجمه والقلب، طب تعالي نشوف بيتعملوا ازاي، عشان برضو دول ممكن يبقوا بساط قوي على الاطفال. النجمه دايما بنعملها كل مره بنروح في الفريق كده، الولاد لازم بيعملوها، وبعد كده بنحطها هنا ونعمل. اعمل كده وبتنيها كده. انا عندي اهو اتجاهين مقفولين واتجاهين مفتوحين. الاتجاه المقفول ده بحط على الاتجاه المقفول ده 7 كده. تمام. وارجع اتني تاني، ارجع اتني تاني كده 7 تاني اهو. تمام كده اهو. عندي الحته الصغيره دي انا بعمل عكسها، بمشي عكسها كده، يعني باجي اقص كده عكسها كده. باجي افرد كده بالتطبيقه بتاعتي، ارجع افردها تاني. طلعت نجمه. ببدا بقى اما يكون عندي، طبعا انا الفويل ده ما اقدرش اطبقه التطبيقه دي عشان بيبقى تخين جدا. بعمل ايه؟ عملت النجمه، ببدا احط كده واثبته، لا اثبته واعمل زيها بالظبط، واقص يطلع لي بقى النجمه من الفويل باللون اللي باللون انا اللي انا عايزاه بقى، اللي انا حباه. طيب اقدر استخدم النجمه في ايه؟ يعني اقدر استخدمها مع ايه؟ زينه رمضان. في زينه رمضان. ممكن اعمل ده شكل، ده لون وده لون. ممكن النجمه مثلا، يعني هي النجمه هي متطبقه، ممكن اعمل شكل تاني، ادخل شكل فيها تاني، اعمل زي منظر كده. في ناس بتدخلها كده كده مثلا، اعمل زي رسمه بسيطه كده جوه، افتح كده، عملت رسمه قلب كده، فقلوب جوه النجم. ممكن انت تحطيها على اي حاجه وترشيها بالرش اللي هو العادي ده، يطلع لك الستايل ده. القلوب والرش اللي من بره هو اللي يبان، وتبداي تشيل الورقه، بيبقى شكل لذيذ قوي برده ما بيبقى في غرف اطفال او على بيبان. لسه كنت هقول ان احنا برضو يعني هو طبعا في رمضان جميل، وبرضو بعد كده ان ممكن استخدمه كزينه في اعياد ميلاد مثلا، بدل الحاجات اللي غاليه جدا اللي بنجيبها. يعني حقيقي برضو اصل في الاخر احنا في واقع، فالحاجات غاليه جدا، فانا عندي بادوات بسيطه اقدر اعمل ده. الزينه بالحاجات دي المتر بيتباع، كان السنه اللي فاتت المتر بيتباع ب 60 جنيه. تمام. الزينه اللي هي ممكن اعمل قلب، ممكن اعمل كده، بتتباع ب 60 جنيه. شكل زينه، نجوم وقلب وشكل فانوس. تمام. اما تيجي انت تكلفيها مثلا 20 جنيه بشريط الستان كمان، مش شريط هدايا، ده شريط ستان 20 جنيه. بصي الفرق ايه؟ فرق كبير جدا. لما تعملي حاجه زي كده، غير كده هناك ما بيبقاش الحاجه بضمير قوي. انت بتعملي حاجه بتلزقيها كويس قوي او بتخيطيها،
بيبقى شغلك غير اي شغل حد. في حاجات، بعض الحاجات بيبقى خياطه وبعض الحاجات بتبقى لازم. طبعا. طب ايه الافضل، ولا على حسب الحاجه هو اللي بعملها؟ الافضل لو هتنفع خياطه، يعني اما انا مثلا اجي اعمل دي كده بحطها على شريط ستان ينفع يمشي على المكنه، يبقى انا ماشيه على المكنه احسن. هتفضل معايا على طول، هتخلص هلم الزينه واحطها واجي في رمضان السنه اللي بعديها افرد تاني، يبقى الحاجه تفضل متحافظه عندي. جميل زي جدا. شكل مثلا القلب برضو نفس في قلب الطريقة. بقى هنعمل قلب لوحده. نعمل كده قلب. هو طبعا احنا بناخد يعني الاساسي، لو انا مش متمكنه قوي بمسك القلم وبعمل نص دايره قلب كده وبعد كده اقص عليها. لو انا فاهمه الدنيا شويه او خلاص يعني اتعودت على الحاجه دي اتعودت عليها. فابدا اعمل كده كده اهو. اهي قلب وطلع قلب، احلى قلب. فالحاجات دي لما بتتعلق بقى بيبقى شكلها تحفه، قلب وفانوس ونجمه وهلال، الاربعه دولت بتكرريهم بقى بيبقى باشكال تاني والوان تاني، بيبقى بصراحه الشكل نفسه في المكان بيبقى مبهج طبعا قوي. طبعا. قولي لي مين علمك وانت صغيره؟ هو انا كانت عندي الهوايه دي ووالدتي رحمه الله عليها طبعا، يعني انا اي كورس بعمله مجان وقتي يعني على روحها. فهي والدتي كانت عندها مكنه وكانت حابه الموضوع ده قوي، يعني كانت حابه موضوع الخياطه واخت والدتي خالتي برضو كانت عندها المكنه، يعني هي تحس ان الهوايه دي في العيله نفسها. كانت مهتمه بفكره الخياطه وتعمل بقى في تفصيل. هي كانت مهتمه بفكره الخياطه والتفصيل. احنا ابتدينا يعني انا كل ما بتعلم الديكوباج، بتعلم الخرز، يعني انا الواحد بيقول لحد ما يموت انا بحب ان انا اتعلم. الخرز ده انا خدت كورس فيه مرتين، الديكوباج خدت كورس فيه. بقالك كل قد ايه؟ حاجه بقالك مده قد ايه؟ انا بقالي تقريبا 18 سنه. انا يمكن حابه اعرف التفاصيل دي برضو، قلت ما عدهاش عشان برضو كل حد يعرف ان هو ممكن يبدا في اي وقت. عشان كده انا بشجع البنات الصغيره اللي هم لسه بنوتات قبل ما ينشغلوا بقى والجواز والخلفه والكلام ده، البنوتات دول ما شاء الله بيجوا لي عندي، يعني بيبقوا في مدارس صنايع، بيجوا بقى ياخدوا خبره ويتعلموا، بيساعدهم كتير قوي في المدارس. هم بيبقوا ما شاء الله عليهم دماغهم فاضيه شويه وتركيزهم بيبقى لسه ما عالي انشغلوش جدا. في الحياه يعني ولسه مش احنا وراهم انشغلنا حاجه. الحياه والاولاد، وانا جده برضو يعني ما شاء الله. لا ده وعندي جده احفاد ما شاء الله، ربنا يبارك. ربنا يخليك. وبرضو انا انشغلت برضو، فانا ابتديت بعد الجواز. هم بقى لو ما شاء الله عليهم ابتدوا من دلوقتي، يعني انا ابتديت بعد الجواز بكتير لحد دلوقتي بتعلم كورس الديكوباج وبتعلم كورس الخرز والمشغولات، اي حاجه مشغولات الصواني الشبكه، الحاجات دي انا بحب اي حاجه فيها مشغولات يدويه انا اعملها بنفسي وابدا اشتغل بقى وابدع فيها، ورد بقى والماظ وحاجات تانية ما بتبقاش موجوده بره. جميل جدا جدا بجد، يعني نصيحه لكل الشباب اللي يا هم ريت. البنات وقلنا اللي لسه ما انشغلوش في الحياه، طبعاً. فيا ريت يبداوا بحاجه زي كده. طبعا الام اللي قاعده اللي عايزه تبدا مشروع، فيلا نبدا مشروع. انا صاحبه مبادره صنعه في اليد ولا الحوجه لحد، ولا الحوجه. فديت المبادره دي عاملاها مع الفريق وعلى مستوى بقى المشاغل واي حاجه، لان فعلا لو انت في ايدك صنعه او ايدك تعملي حاجه خلاص انت مش هتتحوجي لحد ولا هتنتصر. استاذه شيرين بجد انا مستمتعه وانا استفدت، ويلا انا استفدت. كل سنه وحضرتك بالف خير. حضرتك طيبه بخير يا رب. العفو حبيبتي تحت. وخلصت فقرتنا لكن ما خلصتش حلقتنا، انتظرونا لسه هنرجع لكم تاني، نطلع فاصل وليالي رمضان.